في الفصل اللي فات بيعرف أرون إن في قارة اسمها القارة السوداء، ودي مكان مجهول وبيبحث عنه، وفي الآخر ده بيكون محتاج تجهيز جيش غير شرعي، وبيقترح عليه كاينوس إنه يروح القارة دي ويخليها جزء من أقاليم بران ويجند شعبها، وبيوافق أرون على ده، بس علشان يوصل للقارة دي لازم يسيطر على مملكة لوميون، ومش بيكون عنده أي مبرر للحرب معاهم، وبيبدأ يدور في أوراقه القديمة عن المملكة دي، وبيعرف إن عندهم عبيد من أتباع ديانة فيفيان، وبيقرر ياخدها حجة علشان يروح ويحاربهم، وبيوصل مبعوث مملكة لوميوم للإمبراطورية، وبيكون معاه صندوق كبير مليان فلوس، وبيقول الإمبراطور زيرون: ليه مبعوث مملكة لوميوم هنا؟ أنا واثق إن الدورية وصلت ليكو. فبيرد المبعوث يقول: مولاي أرجوك وقف الدوق أرون هيدمر مملكتنا. وبيقول له زيرون: الدوق أرون؟ أنت قصدك على إنكم تعدموا النبلاء من الإمبراطورية، هي دي أفعال أرون؟ فبيرد المبعوث يقول: ده كان سوء فهم مننا، الدوق أرون دلوقتي بيتعامل أحسن معاملة. فبيقول له زيرون: يعني أنت دلوقتي عايزني أنسى اللي حصل وأوقف الدوق أرون؟ أنت بتتكلم بأنهي منطق؟ فبيزعق في المبعوث ويقول له: والمملكة، هو مش احنا برضو جزء من الامبراطورية؟ احنا محتاجين مساعدة. وبيرد زيرون يقول: ما الملك ده تدخل في الامبراطورية، والرقم اللي انت بتعرضه ده يبقى حلوا مشاكلكم بنفسكم، ولا انت ايه رأيك؟ وبيقول المبعوث: انت بتقول لي ان مصير المملكة واقف على شوية العملات دي؟ فبيرد يقول له: انا بستخدم معاك الطريقة الغير منطقية دي علشان انت كلامك مش منطقي. وبيديله عملة وبيقول له: انت كده عرفت قدر المملكة. وبيروح زيرون يجمع فيليب وكبير الخدم بتاعه، وبيقول له: كبير الخدم، هو انت هتدخل؟ فبيرد زيرون ويقول له: المخرجات هتفضل زي ما هي مهما كانت النتيجة، أنا مش هتدخل في الأحداث اللي بتحصل في مملكة لوميون، وده علشان أحافظ على شرف العرش. في البداية الدوق أرون واحد من نبلاء الإمبراطورية، بالرغم من إن علاقتنا مع بعض مش كويسة، لو اشتركت بصورة مباشرة في حاجة تخص النبلاء هتضعف صورتي قدام بقية النبلاء، وكده هتقل سلطتنا عليهم. فبيرد الخادم يقول له: بس انت اتدخلت في الحرب ضد الأمة المقدسة، بالرغم من ان دينهم مش الدين الرسمي للإمبراطورية، بس في نطاق واسع من أمتنا بيتبعه. وبيقول زيرون: لو كانت الأمة المقدسة سقطت كان هيبص الشعب لقائلة الإمبراطورية ازاي؟ وبعدين أرون عنده حق في اللي بيعمله، علشان ملك لوميون حاول يعدمه من غير ما يعمل تحريات كفاية، كل اللي طلبه يرجع شعبه كويسين، وعايز نقف في وشه، هو مش بيحشد جيش علشان أوقفه. فبيرد الخادم ويقول: انت عندك حق يا سيدي. وبيقول لنفسه: ثباته الانفعالي مبهر، وكأنه اتولد علشان يبقى امبراطور، وبيقدر يستخدم كل الحوادث والمواقف كأسباب سياسية. فبيخبط الباب وبيدخل وزير من الوزراء، وبيقول للامبراطور زيرون: الدوق أرون هاجموه في مملكة لوميون واتخطف. ولما بيوصل الخبر ده للملك نيكولاس بيتصدم وبيقول: يعني من كام يوم اعدام ودلوقتي اتخطف؟ ليه كل المشاكل دي بتواجهه كده ورا بعض؟ وليه هنا؟ مين اللي بيخطط يدمر مملكتي؟ ممكن النبلاء؟ لا، القضية ده أكبر منهم بكتير. ولا يمكن الدوق أرون نفسه اللي بيعمل كده علشان يلاقي سبب مناسب ويهاجمنا بيه؟ وبيتعب الملك جدا وبيقع على الأرض، وبيكون في واحد واقف وسط النبلاء وبيقول لنفسه: كده فرصتي في الوصول للعرش قربت قوي. وبعدها بيجري ناحية الملك وبيقول له: أبويا ما تسيبنيش. وبينطق الملك نيكولاس آخر كلماته وبيقول لابنه: مهما حصل ما تسيبش عبيد وأتباع المملكة. وبيموت الملك نيكولاس، وبنروح المكان اللي قاعد فيه أرون ومنتحل شخصيته، وبيقول أرون: الوضع بقى ممل جدا، ريكس امتى هتقدر انك ترجع هناك؟ فبيرد ريكس ويقول له: في الوقت اللي انت عايزه، بس لما تكون جاهز تضرب تاني. وبيقول له أرون: ممكن تقول لي بطريقة مباشرة اني محبوس هنا بدل كل الدراما دي؟ على اي حال هترجع انت للقلعة، انت مش محتاج تشوف رومل. فبيرد ريكس ويقول: انا مش مهتم خالص بالراجل ده، وكمان انا مطلوب مني مهمة، وهي جمع المعلومات واحل الصراعات وحاجات تانية كتير، والغبي ده امتلك الجرأة يقول لي اعمل شغل ازاي. وبيقول له أرون: انا عارف وبعتذر لك على اللي حصل ده، بس مفيش شخص تاني نقدر نعتمد عليه في المهمة دي، انت احسن حد. فبيرد ريكس ويقول له: بدل المجاملات اللي ملهاش لازمة دي زود اجري، حتى لو حاجة بسيطة يا منافق. وبيقول له أرون: واتأكد ان هعمل ده، بس استنى شوية بس عليا. وبيدخل كاينوس وبيكون باين عليه الخوف، وبيقول له أرون: ها عملت ايه؟ اقنعت شيريل ولا لأ؟ فبيرد كاينوس ويقول: هي جت فعلا بس مش موافقة تعمل كده. وبيقول أرون: طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ البنت دي مش عايزة تمثل ليه ان اخوها مفقود.
وبيروح الجندي يقول لابن الملك نيكولاس إغليوس انهم مش لاقيين ارون، وبيزعق إغليوس وبيقول له ازاي مش عارفين تلاقوه لحد دلوقتي، سواء عايش او ميت اكيد هو موجود في المملكة. فبيرد الجندي ويقول له احنا عملنا كل اللي في وسعنا، حتى اننا بعتنا جنود في كل الطرق والاماكن تدور عليه، ولكن المواطنين في حالة غضب ومصعبين الموضوع علينا. وبيقول له إغليوس والاغبياء دول ايه اللي مزعلهم، مش هم اصلا السبب في اختفائه؟ فبيرد الجندي يقول له شكله كده بسبب كلمات الملك الأخيرة عن موضوع العبيد، بسببها الشائعات انتشرت وده وصل لرد فعلهم الحالي. وبيقول واحد من الوزراء يا أمير إغليوس أنا بقترح نزود جهودنا في البحث عنه وبعدها توافق على مطالبه علشان نهدي الوضع ده، لو معرفتش تعمل ده يبقى لازم تفكر في حل جدي لموضوع تحرير العبيد. وبيقول واحد تاني انت فاهم انت بتقول ايه دلوقتي؟ لو حررنا العبيد ازاي هنعوض النقص اللي هيحصل في الايدي العامله؟ فبيرد عليهم إغليوس وبيقول بطلوا كلامكم اللي ملهوش لازمه ده، هنقرر ده بعد ما نسمع رد الامبراطوريه. وبيفكر مع نفسه وبيقول لنفسه هو ليه كله بيحاول يرمي عليا عبء اللي عمله ابويا؟ وبيقوم يزعق فيهم كلهم ويقول لهم اخرسوا كلكم، انا الملك هنا، انا ما بقيتش امير بعد النهارده. فبيرد عليه واحد منهم وبيقول له في الواقع احنا لغايه دلوقتي ما تمش تثبيتك على المنصب. وبيجي المبعوث اللي كان رايح للامبراطور وبيدخل يفتح الباب بسرعه ويقول الامير إغليوس. فبيرد إغليوس عليه ويقول انا ما بقتش امير بعد النهارده. وبيقول المبعوث انا جات لي رساله دلوقتي واللي مكتوب فيها ان الامبراطور مش هيتدخل في اي نزاعات او احداث داخليه لمملكه لوميون. وبيدخل حارس من الحراس يقول له ان اتباع الدوق ارون بيحشدوا جيوشهم وجايين يحاربوا. ولما بيسمع إغليوس الكلام ده بيغمى عليه ويقع على الارض. وفي قصر الامبراطور بيقول كبير الخدم للامبراطور انا شاكك كده ان الاعدام العلني واختفاء الدوق ارون وحشد اتباعه الجيوش لمواجهه مملكه لوميون كل ده كان من تخطيط الدوق ارون علشان يقدر بالطريقه دي يتغلب على مملكه لوميون. فبيرد الامبراطور ويقول هو كده بيخطط يتغلب عليهم بالقوة، شكل كده الوضع مختلف عن قبل كده، انت شايف اننا نتدخل ولا لأ؟ وبيقول الخادم مملكة لوميون بالنسبة لنا زي البيض الذهبي، من وجهة نظري اعتقد اننا نتدخل مع مملكة لوميون، ولكن لو تراجعت عن قرارك ده اظن انك هتبان انك قائد امبراطورية ضعيف. فبيرد فيليب يقول الاحسن اننا نتدخل، ارون واحد من النبلاء البارزين في الامبراطورية، ولو قدر يوسع قواته وممتلكاته في اراضي جديدة، الاراضي الجديدة دي هتكون تحت حكم ارون الاقطاعي، بس على المستوى الاقليمي هتكون من ضمن اراضي الامبراطورية، وده معناه اننا هيبقى عندنا بيض ذهب جديد من الموارد والقوى العاملة، وفي نهاية الموضوع هنجمع منه ضرائب زيادة، وهيبقى عندنا اسباب كتير قوي تسمح لنا نضغط على الدوق ارون اقتصاديا. وبيقول الامبراطور فكرة حلوة، يبقى كده جهز الجيش المركزي واطلب منهم يراقبوا الحدود القريبة من مملكة لوميون، وخليك حريص وبلغهم يتجنبوا اي نزاعات دلوقتي. وبيكون الامير إغليوس نايم في اوضته وبيحلم بارون وبيقول لنفسه هتعمل ايه تاني يا ارون؟ هتكمل مخططاتك ولا هتتراجع؟ ولما بيفوق بيلاقي في بنت عنده في الأوضة وبنعرف انها إلينا، وبتقول له اخيرا صحيت، انت فقدت الوعي في القاعة الملكية، انت كويس دلوقتي؟ اقعد وارتاح شوية. فبيقوم إغليوس بسرعة وبيقول لها لو انا قعدت هنا مين اللي هيحكم المملكة؟ انا لسه عندي اعمال كتير قوي لازم اخلصها. وبتقول له إلينا انا عندي شوية افكار في دماغي هتساعدك جدا. وبيكون ارون قاعد في المكان اللي مستخبي فيه وبيسمع الناس بيقولوا لو اطلقنا سراح العبيد ده هيدمر اقتصاد المملكة، احنا لازم نلاقي الدوق ارون ونقتله. وبيقول ارون لنفسه المملكة بتتدمر خلاص والاغبياء دول مش همهم غير مصلحتهم وبس، اتمنى ان إلينا تنجح في تشتيت انتباه الامير، حتى لو اطلقوا سراح اتباع فيفيان دلوقتي فكده كل المجهود اللي انا عملته هيتبخر، ولكن حتى لو مشيت زي ما انا عايز بالظبط ممكن الامبراطور يرفض ان اكون حاكم على مملكة لوميون، بجد الموضوع صعب جدا. وبيدخل على ريكس في الوقت ده وبيرمي شنطة في وشه وبيقول له ده اكلك. وبيتعصب ارون وبيقول له اللي انت بتعمله ده. فبيرد ريكس يقول انا عارف انك حاسس بالملل، على اي حال جت اللحظة اللي كنت مستنيها. وبتوصل شيريل والجنود وبتكون واقفة هي ورومل بيقول لها انسة شيريل انت المفروض تعيطي دلوقتي، الخطة بتقول كده. فبترد عليه تقول له ودي اعملها ازاي؟ فبيقول لها
لو مات الدوق هيكون ايه شعورك وقتها؟ فبترد تقول له الغبي ده يقدر يقسم الجبل نصين، هيموت ازاي؟ وبيقول لها انا معرفش، كل واحد ينفذ اللي طلب منه. وبترد تقول له انا عايزه ارجع القصر دلوقتي، ازاي هعيط على حاجه انا مش مصدقها اصلا؟ وبتروح تقف قدام الجنود وبتقول لهم انا شيريل اخت الدوق ارون، انتم اخدتم اخويا مني، رجعوهولي. ومش بيتاثر حد بكلامها، وبتقول لنفسها انا لازم اعرض نفسي للاحراج ده. وبتقعد على الارض وتعيط ليهم وتقول لهم يا حراسي اغبياء، رجعوه دلوقتي قبل ما اسحركم. وبيطلع الدوق اغليوس، ولما بيشوف كده بيقول للجنود هو ايه اللي بيحصل؟ هاتوا العبيد هنا. وبتتفتح بوابة المملكة وبيطلع منها حارس ووراه عبيد، وبيقول اغليوس انا الملك اغليوس ملك مملكة لوميون الحالي، لو ما تخليتوش عن مطالبكم انا هقتل كل العبيد دول دلوقتي. وده بيحصل بسبب كلام إلينا ليه لما بتقوله ان الدوق ارون بيهتم جدا باتباع فيفيان ومش لازم تفرج عنهم، كل اللي تعمله انك تهدد باعدامهم علشان يخافوا منك وما يقربوش لمملكة لوميون. ووقتها بيرد اغليوس عليها ويقول لها طيب وهعمل ايه لو ده ضايق الدوق ارون؟ وهفسر ده للنبلاء ازاي؟ وبتقول له سواء النبلاء او العبيد فكلهم ملك لمملكة لوميون، وانت الملك الجديد، وده معناه ان املاك المملكة بتاعتك. وبيكمل كلامه لشيريل وبيقول لها انا مش فارق معايا لو الدوق ارون عايش او ميت، بطل عياط دلوقتي وامشي من هنا. وبيفرح قوي وبيقول لنفسه حلو قوي كده، كان من الاول لازم افرض سيطرتي كده. فبتتعصب شيريل من طريقة كلامه وبتستخدم سحرها وبتقول كان لازم اعمل كده من البداية بدل العياط ده. وبيأمر إغليوس من الجنود إنهم يستعدوا الكهنة بسرعة وإعداموا العبيد حالا. وبيقرب الجندي من عبد وبيزقه علشان يموته، فبيزعق العبد ده وبيقول له ابعد عني أنا الدوق أرون. ولما بيشيلوا القناع من على وشه بيقوم أرون من على الأرض وبيقول لإغليوس انت يا غبي عايز تقتلني تاني زي ما حاولتوا تعملوا كده قبل كده؟ وبيقول اغليوس ارون انت ايه اللي جابك هنا؟ وبيقول جندي من جنود اغليوس احنا سيبنا الدوق ارون يمشي دلوقتي، مش هنضطر نبدا الحرب، احنا لازم نعمل كده من غير تردد، لو ما عملناش كده هنموت كلنا. وبيبقى اغليوس مشوش جدا ومش عارف يعمل ايه، ولما بيسمع كلام الجندي ده بيقول حرروا الدوق ارون. وبيفتكر كلام الوزراء ليه وبيحس انه تايه ومش عارف يعمل ايه. وبعدها بيفتكر كلام الملك نيكولاس ليه وبيقول ايوه انا لازم احمي المملكة، اقتلوا الدوق ارون. وبيطلع الجنود وبياخد واحد منهم حبل وبيمسك بيه ارون. وبتصرخ شيريل وقتها وبتأمر الجنود اللي معاها يحموا ارون، بس الجندي اللي مسكه بيقول لهم ما تسمحوش لهم ياخدوه وتدخلوا بسرعة. وبيقول إغليوس احنا هنتدمر لو قتلوا الدوق ارون، اجمعوا القوات بسرعة وعرضوا طريقهم واقفلوا كل بوابات المملكة. فبيرد عليه جندي ويقول له بس هم دمروا بوابات المملكة. وبيقول له إغليوس دافعوا عن الجسر، اعملوا اي حاجة ما تخلوهمش يدخلوا المملكة. وبيقول روميل لجنوده ينظموا صفوفهم ويتبعوه ويخترقوا صفوف العدو علشان ينقذوا الدوق ارون. ولما بيقربوا بيحدف عليهم جنود إغليوس زجاجات نارية. وبيقول روميل لجنوده ما ترجعوش وارموا نفسكم في المياه. ولما بيلاقي الحواجز بتترفع بيقول لهم ارجعوا كلكم حالا، الكل يقف، لازم ننظم صفوفنا. ولما بيشوفهم إغليوس بيفتكر انهم بيتراجعوا وبيقول لجنوده ما تقللوش الدفاع واحموا القلعة ولازم نلاقي الدوق ارون. وبترمي عليهم شيريل سحرها وبتدمر القلعة. وبيقول إغليوس للجنود احنا لازم نستسلم واخلوا القلعة بسرعة. ولسه بيمسك الراية البيضاء وبيقول احنا بنستسلم، بيقع على السور وبيقع إغليوس وبيقع عليه حطام القلعة وبيطلع ايده وبيمسك في رجل جندي وبيقول اخر كلماته عرف النبلاء فورا يدوروا على الدوق ارون ويحرروا العبيد. وبيسيبوا الجندي وبيمشي وبيشوف رجل حد جايه ناحيته وبيتخيل انه الملك نيكولاس وبيقول ابويا انا اسف اني خذلتك سامحني. وبيموت الامير إغليوس وبيطلع الشخص ده هو ارون وبيقف قدامه وبيقول اعلان الاعدام والهجوم المفاجئ ده كان خطتي من الاول، لكن موت الامير إغليوس ما كانش خطتي، انا دلوقتي قتلت الاشخاص علشان احقق اهدافي، وبكده انا ما فرقتش عن الامبراطور في حاجه، هو كمان بيستخدم كل اللي حواليه كادوات علشان يحقق اهدافه. وبيجي كاينوس وبيقول له مفيش داعي تحس بالشفقه ناحيته،
في النهاية شعبه هيقرر يعيش كمواطنين في مملكة تحت سيطرة إقليم بران، وطاعتهم ليك ده هيكون تعويض بما إنهم شعب عايش في مملكة كان بيحكمها الأمير إغليوس. ببساطة أنت لازم تركز في تحقيق ده، دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعملها دلوقتي علشان ما تسيبش أحداث النهاردة تعدي كده من غير ما نستغلها. وافتكر لو فقدت الرغبة إنك تكمل اللي بدأناه كل مجهودنا والدم ده هيروح على الأرض. على أي حال مفيش قدامنا وقت كتير، لازم قبل ما بقية القوات توصل نجمع كل النبلاء ونقبض عليهم. أرجوك استخبى شوية كمان. وبيقول له أرون بس أنا عندي طلب قبل ده. وفي وسط المملكة بيكون واحد من الوزراء قافل بوابة القصر وحاطط قدامها العبيد في أقفاص حديدية، ولما بيشوفهم رومل كده بيكون عايز يحررهم، ولما بيحاول يقرب منهم بيترمي عليه سهم. وبيطلع الوزير فوق وبيكلم رومل وشيريل، انتوا يا معتدين اسمعوني كويس، لو بس حاولتوا تقربوا خطوة كمان احنا مش بس هنحرق العبيد اللي جوه القفص بس، لا كمان هنحرق كل العبيد اللي لسه في المملكة وهم أحياء. فبيقرب رومل ويقول له انت عايز ايه؟ وبيقول الوزير اجمع قواتك وارجع من مكان ما جيت وانسى تماما موضوع الدوق أرون واحنا هنتكفل بيه. وفي الوقت ده بتقول شيريل لنفسها انا لو استخدمت السحر هقدر انقذ العبيد اللي جوه القفص اكيد، بس المشكلة في العبيد اللي جوه المملكة، ومع كده انا مش ضامنه ان دول كلهم هيعيشوا، واكيد الجنود مش هيلحقوا يقتلوا كل العبيد اللي هم عددهم اكتر من 3000 حالا في وقت واحد. بالرغم من ان اللي بفكر فيه هيسبب عدد من الضحايا بس مفيش اي حل تاني. وبترفع العصاية بتاعتها بس بيجي كاينوس بسرعة يوقفها وبيقول لها اهدي ارجوكي احنا محتاجين نجمع قواتنا. فبترد تقول له ابعد عني يا كاينوس دي هي الطريقة الصح. وبيقول لها كاينوس انت نسيت ان احنا جايين علشان نسيطر على مملكة لوميون ولازم نتجنب اي حاجة هتسبب ضحايا ملهاش لازمة. فبتزعق شيريل وبتقول له انت جاي تديني الاوامر دلوقتي يا كاينوس انا هنسحب. وبيفتكر كاينوس الطلب اللي ارون طلبه منه واللي بيقول شعب مملكة لوميون معرضين لفكرة ان انا هبقى قائدهم، ولو حاولنا نفرض سيطرتنا بالقوة مش هنضمن رد فعلهم هيكون ايه. واللي بيرد عليه كاينوس وقتها يقول له خلينا نفكر في الموضوع ده بعد ما الحرب تخلص، ما هو ده نفس اللي حصل في الحرب مع الأمة المقدسة. وبيقول له أرون لا الوضع مختلف، في وقتها كان كل الناس دول بيعيشوا في إقليمنا، وكمان القلعة البيضاء كانت في الماضي مليانة بأتباع فيفيان، علشان كده الموضوع ما كانش صعب. دلوقتي الموضوع مختلف، احنا ما عندناش مبرر للي بيحصل ده، احنا كده بنتعدى على اراضيهم. في البداية كنت متأكد اننا لازم نسيطر على المملكة بالقوة علشان نوصل للقارة السوداء في اسرع وقت، بس عرفت دلوقتي اننا لازم نهدي الموضوع في المنطقة الاول ونستغل الفرصة ونقرب من المواطنين. وانا دلوقتي عايزك تروح وتركز مع شيريل كويس لان هي ممكن تعمل اي حاجة تعطل اتجاهنا الجديد. وبالليل بيخرج الشعب في مظاهرات وهم في حالة من الغضب وبيطلبوا من جنود أرون يبعدوا عن أرضهم علشان هي ملكهم. وبيظهر أرون وحواليه جنود كتير وبيكون ماسك صخرة وبيستغرب الكل هو جه ازاي، وبيحط أرون الصخرة دي وبيقف عليها وبيقول يا رعايا لوميون اسمعوني كويس، انا ارون اللي انتوا بتقولوا عليه معتدي ومعايا جيش الخاص من اقليم بران، يا اللي بتقولوا علينا معتدين احنا جينا هنا علشان نحرر اتباع فيفيان وابناء مملكتنا بران. 300 عملة ذهبية ده اللي هعرضه عليكم مقابل تحرير اتباع فيفيان. ودلوقتي كم واحد فيكم معاه عبيد؟ ارفعوا ايديكم علشان اشوفكم. ومش بيرفع ايده غير شخص واحد بس، وبيروح ارون ياخد العبيد اللي معاه ويديله كيس فيه الفلوس وبيقول ودلوقتي الولد ده هيرجع معانا لاقليم بران، مفيش اي حد منكم عايز ياخد فلوس مقابل انه يحرر عبيده. وبيثور الناس وبيقولوا احنا هنعمل كده بس عبيدنا في الاقفاص. وبيقول ارون ليهم ده صح، وكده من دلوقتي اللي بيتعدى على املاككم انا ولا الوزراء اللي في القلعة دي؟ انا بس بحاول ابدل اتباعي واحمي حياتهم، وكمان مقابل ده هعوضكم تقديرا لوجودكم وتعاونكم معايا. والوزراء هم اللي جمعوا عبيدكم غصب عنكم وحبسوهم في القفص. ولما بيسمع الشعب ان مقايضة العبيد ب 300 قطعة ذهبية وعرفوا ان الوزراء هم اللي اخدوا منهم عبدهم، ده خلاهم متعصبين جدا من الوزراء وبدأوا يدمروا الاقفاص وبيهتفوا ان العبيد ملكهم وانهم عايزينهم يطلعوا ليهم. ولما بيشوفوا الوزراء الفوضى دي بيتجمعوا وكل واحد فيهم بيقول كلمة هو ايه اللي بيحصل وليه هم بيطلبوا العبيد؟ سمعنا ان ارون بيشتريهم ب 300 عملة ذهبية. وبيزعق لهم وزير وبيقول
اخرسوا، احنا ما عندناش وقت، لو استمرنا في مفاوضة الشعب ارون هيواجهنا اكيد، ولو حررنا العبيد وبدأت الحرب هنخسر دعم العمالة، على اي حال لو استمر الوضع كده هنتدمر. فبيرد وزير ثاني ويقول لما انت عارف كل المعلومات دي ليه ما عرفتناش من الاول؟ على الاقل نحاول نحسن موقفنا. وبيقول الوزير انا كنت هتكلم دلوقتي في الموضوع ده، بس في حاجة لازم اقولها في الاول علشان اكون صريح معاكم. انا بعت جاسوس بره عن طريق ممر سري، وسمعنا ان قوات الامبراطورية جاية لينا، مع انهم اعلنوا انهم مش هيدعمونا، بس دلوقتي هيدعمونا باللي هيقدروا عليه. لو عرضنا عليهم عرض اكبر 10 مرات من الاول وقتها هيرفضوا ليه؟ وبيتجمع ارون وشيريل وكاينوس ومعاهم ريكس، وبيقول كاينوس انا اعتقد ان 300 عملة ذهبية كتير قوي على شخص، لو حطينا كل الفلوس دي في ايد العدو الوضع هيبقى وحش جدا. فبيرد ريكس عليه ويقول له المعلومات اللي معانا بتقول ان 80% من العبيد موجودين مع النبلاء و20% بس هم اللي مع العامة، يعني في أسوأ الحالات هنحتاج بس 60,000 قطعة. وبتقول شيريل انسى موضوع الفلوس دلوقتي، بس هنعمل ايه في بقية الناس؟ فبيرد أرون ويقول أكيد هنجبرهم على الاستسلام، لو نجحت الخطة هنحتاج نضحي، لو بس كان عندي شوية وقت كنت قدرت أقنعهم فيه، بس الجيش الإمبراطوري قرب يوصل خلاص. وبيدخل رومل وبيقول سيدي الفلوس اللي بنوزعها على الناس قربت توصل خلاص، نقول لهم يستنوا شوية ولا نعمل ايه؟ وبيبص بيلاقي ريكس بيجري عليه وبيحضنه وبيقول له ريكس أخويا وحشتني جدا. وبيقوم ريكس ويزقه وبيقول أنا قلت لك قبل كده إن ماليش إخوات. وبيتصدم رومل وبيسيبهم وبيمشي. وفي الوقت ده بتوصل رسالة لكاينوس وبيقول لا الوضع كده هيسوء أكتر. ولما بيسأله أرون في إيه بيرد يقول له انت لازم تختفي شوية. وفي اللحظة دي بيدخل ارثر عليهم وبيكون معاه شخص وبيقول اخيرا قدرت اعمل حاجة. ولما بيشيل القناع بنعرف انه المبعوث اللي كان رايح للامبراطورية، وبياخده ارون ويفضل يضرب فيه علشان يعترف. وبيعترف يقول له ان وزراء القلعة اتكلموا مع وزراء من بره علشان يساعدهم الامبراطور. وبيقول ارون لنفسه يعني النبلاء دول مش هيستسلموا، انا مش فاضل معايا وقت، انا لازم اقتلهم كلهم، بس ممكن يوصل الجيش الامبراطوري قبل ما اخلص عليهم كلهم. وبيقول رومل جهز الجنود وتأكد ان محدش يخرج من القلعة، وانت يا شيريل عرفي الوزراء اللي في القلعة اننا هنتفاوض وممكن نمشي مقابل 300 مليون قطعة ذهبية، وهم طبعا مش هيوافقوا على المبلغ ده، وعرفيهم ان قدامهم يومين مهلة للتفكير. وبيقول ارثر لنفسه دي فرصتي ان ابقى استراتيجي، وبيطلب من الدوك ارون انه يروح مع شيريل، وبياخد كاينوس حصان وبيطلع يجري بسرعة. وبنعرف ان الرسالة اللي وصلت ليه كانت من كيشي، وبتقول له فيها ان في بشر دخلوا العش وانه لازم يروح بنفسه. وبيقول كاينوس لنفسه ليه بتمنع من سحري في الوقت اللي بكون محتاجه جدا فيه؟ انا لازم ارجع لهيئتي الحقيقية دلوقتي، انا ممكن استخدم سحر دلوقتي بس هحس بألم شديد، خليني اجرب. وبيحس بألم شديد جدا بيخليه يصرخ. تفتكروا مين اللي دخل عش كاينوس وايه هدفه؟ وهل فعلا الامبراطور هيساعد الوزراء؟ وايه خطة ارون اللي جاية؟ وايه السبب اللي خلى ريكس يعمل كده مع اخوه رومل؟ كل ده هنشوفه في القسم اللي جاي، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنقدمه. وهسيب لكم لينك قناة الانمي بتاعتي وقناتي الاساسية، يا ريت تروحوا تشتركوا فيهم حالا. بس كده تنسوش بقى تروقوا عليا باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيكم، واشوفكم على خير، ويلا نقول سلام.